الأهلي يقع في فخ التعادل المرة التانية على التوالي في أقل من أسبوع بعد التعادل مع بتروجيت آخر مباراة. بيتعادل النهاردة برضك مع المصري وبيفقد الصدارة اللي هو كان ممكن يقرب لها تاني من جديد وبيبعد عنها وبيوصل للنقطة 23 في المركز التاني خلف سيراميكا صاحب المركز الأول برصيد 26 نقطة واللي المفروض هنلعبه يوم الخميس. وبالمنظر اللي احنا شفناه ده انا مش مطمن، واول مره معرفش ابقى مطمن من الاداء اللي انا بشوفه من الاهلي. ومش هقول بقى اي كلام فارغ ولا زي ما ياس تروب بيقول ان انا متحمل التعادل او متحمل نتيجة الماتش ده لتاني مباراة على التوالي. واحنا يا عم ترب مش هنفضل نقضيها مسكنات. وبرضك بالاداء اللي احنا شايفينه من لعيبة الاهلي ككل، سواء بقى اهدار فرص، سواء زي ما المدرب بيقول لك احنا طورنا الناحية الهجومية وبقينا شكلنا حلو. شكلنا حلو في المراية ولا فين يا عم ترب؟ عشان بس احنا عايزين نبقى فاهمين، انت مهما عملت من هجمات بتخرج بنتيجة سلبية ولا ليها اي لازمة، بتأخرك عن المنافسة. بيراميدز لاعب 9 ماتشات وعنده 20 نقطة وليه 3 ماتشات مؤجلين، لو كسبهم يبقى 29 نقطة وانت 23، يعني فرق 6 نقط. ده غير سيراميكا اللي فايق عنك ب3 نقط اللي هو في المركز الأول دلوقتي. لا انتوا كده بتصعبوها علينا يا جماعة. أما بقى موضوع جراديشار اللي هو كل ماتش يهدر فرص والجون فاضي، خصوصا اللي الكرة اللي اتعملت من ديانج اللي عمره ما بيعمل حسنة في حياته وعمل لك النهاردة اسيست، تقوم انت جايبها في العارضة، وبعد ما تيجي في العارضة الجون بتاع المصري يشيلها من على الخط الجون. لا طبعا، انت كده يا عم جراديشار فعلا بتقول ان احنا كان عندنا جوهرة اسمها وسام ابو علي واحنا بندفع ضريبة مشيانه لغاية دلوقتي زي ما معظم الناس قالت. احنا كده ما عندناش مهاجم سوبر يخلص، ودي تاني كورة سهلة في تاني ماتش ويعتبر الجون فاضي وانت تضيعها يا عم جراديشار. دايما بتلعب الصعب، تتعمل لك كورة تستلمها جوه المنطقة على صدرك في وسط الزحمة وتبقى شكلها حلو وما تجيش جون. دي تاني ماتش تعملها، لا وتيجي عند السهل والجون فاضي تضيع. وانكل زيزو حبيبي اللي عمره ما ضيع ضربة جزاء في حياته تيجي الكورة تضيع منه في الآخر. وكله نصيب. بس لا، لعيبة الأهلي كده بتلعب كل واحد لاسمه، كل واحد شايف نفسه اللي هو نجم الفريق واسمه أحسن واحد في اللعيبة وبيلعب فردي. فين اللعب الجماعي؟ مش هنسأل عن الروح والكلام